السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الأنوار أخواتي، نتمنى إن شاء الله نلقاكم في أحسن الأحوال ونقول لكم صحة رمضانكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. نبدأ بإذن الله. جبت لكم اليوم وصفة جد سريعة يعني وجد منعشة في نفس الوقت، اللي هي شربات تاع الليمون. المكونات اللي قلت لكم عليها سابقا هي أمامكم. نبداو على بركة الله في تحضير هذه الشربات المنعشة اللي ما تخطيش مائدة رمضان بالتقريبا عند الجزائريين كامل. هي جد بسيطة كما شفتوا. هاي الحبة تاع الليم وربع معلقة تاع السكر وهذا الايور تاع الممزوج. عندي الطاس هذا باه نعصر فيه الحبة تاع القارص. نبشر هذه الحبة تاع القارص اولا ها كما شفتوها امامكم مبشورة، ونضيف لها ملعقة كبيرة تاع السكر. نخلط الخليط جيدا ونتركه جانبا حتى يدير هذاك السكر يتحلب في هذيك القشرة. دركا نعصر الحبة تاع الليمون. تقولني البنات هي شربات جد منعشة وما تخطينيش في مائدة رمضان، نحبها بزاف تكون باردة. نتمنى تعجبكم هذه الطريقة. يعني هي طريقة جد بسيطة وبمكونات بعد بسيطة متواجدة في كل بيت. نكملوا نعصروا الحبة تاع القارص تاعنا كامل، اي تعطينا حوالي 30 مليلتر ولا حوالي 6 ملاعق تاع ليمون. نصفيها هاكم كيما شفتوها امامكم، نحطوها في الخلاط تاعنا. من بعد نزيدو نضيفوا باقي المكونات. لقينا هذاك السكر هاو تحلل مع الليمون، وهذا هما المكونات اللي هنزيدو نضيفوهم. نحط 4 ملاعق تاع سكر. من بعد نزيد كأس تاع ماء، ونزيد نضيف مبشور الليمون. نخلط كامل المكونات مع بعض حتى يتجانس الخليط تاعنا. من بعد نزيد نضيف علبة عيوغ تاعنا ذوق ليمون كذلك، نضيفها للخليط تاعنا ونستمر في الخلط يصبح بهذا اللون. بعد ما خلطت الخليط تاعي دركا نميكسيه مليح باه نرحي هذوك القطع نتاع قشور الليمون بهذه الطريقة حتى يصبح الخليط متجانس تماما. ما كملت ميكسيتو. شوفوا البنات الخليط كيفاه، قشور الليمون راهي ولات جد رقيقة. نحكموا نصفيو هذا الخليط هذا نصفيوه بهذوك الحبيبات ما يديرونجيوناش من بعد كي نعودو نشربوا فيه. هنا بعد ما صفيتو زدت له كأس تاع الماء كما راكم تشوفوا حسب الذوق اللي بغيتو نتوما. تسمى لا حبيتوها عاقده ما تكتروش الماء، لوحوا وذوقوا على اساس الذوق اللي يعجبكم تحبسوا. وهنا تصبح يعني جاهزه الشربات تاعنا. صدقوني راهي رائعه، جربوها وتندموش باذن الله وتخرج لكم كميه بزاف ضعفوا المكونات فقط. نقول لكم شكرا على المتابعة أحباباتي، وبإذن الله نحط لكم الفيديو التالي وش من طبق هندير معكم. نقول لكم مع السلامة.